السلام عليكم متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الموجز الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. وأخيرا خبر مفرح للمغاربة، بداية انخفاض الأسعار بالمغرب. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. إليكم التفاصيل. من المتوقع تراجع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد وصول دفعات إضافية من الحيوانات الحية إلى السوق المغربية، ما سيؤثر على الفور في زيادة اللحوم في السوق الوطنية عبر كامل التراب الوطني. هذا ويتوقع أن تعود أسعار اللحوم إلى سابق عهدها ابتداء من الأسبوع المقبل. وأعلنت دولة الأوروغواي قبل أيام أنها ستصدر الماشية الحية إلى المغرب بدون رسوم جمركية. وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية إغناسيو بوفا إنه في العام الماضي، وفي إطار خطة عمل لتعزيز العلاقة بين الأوروغواي والمغرب من خلال مجموعة صداقة برلمانية، تم التنسيق مع أعضاء السلطة التنفيذية والمشرعين من جميع الأطراف. وفي إطار تلك الجولة، كانت إحدى النقاط التي تمت مناقشتها هي فتح الصادرات. وتلقت الأوروغواي إخطاراً من المغرب يتيح لها تصدير الماشية الحية إليها، وتعاد الأوروغواي سوقاً معترف بها في العالم كمورد للأغذية عالية الجودة، كما أنها مورد للحيوانات الحية.